السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. ونشارك معكم هاد الحلوه ديال دوازاتاي اللي هي مقاديرها بسيطه وسهله. دغيا كنوجدوها. كناخذ واحد البول نوضعوا فيه زبده حيوانيه بحراره المطبخ. وعندي هنايا السكر حبيبات اللي هو كاس الى ربع. بالنسبه للمقادير نكتبهم لكم بالغرام. صافي كنخلطوا هاد السكر حبيبات مع الزبده باش الزبده تنسجم مع السكر. صافي كندير واحد 3 دقائق ديال الملح، ما نساوهاش. الاحسن تكون فيها هاد الزبده حيوانيه، ما تكونش زبده مارغرين. صافي كنضيف واحد 4 كاس ديال زيت المائده. بالنسبه للكاس كما قلت لكم كاس ديال العنبه، الوزن ديالو 160 غرام. عندنا 4 ديال الكاس ديال الزيت اللي هو ضفتو. صافي تنخلطو حتى كينسجم مزيان. صافي وعاد نضيف باقي المقادير. عندي هنا 2 بيضات. من الاحسن نخدموا الزبده هي الاولى مع السكر وعاد نضيفوا البيض. صافي نخلطوا هاد البيض. نبغي نسم هاد الحلوه بقشور ديال البرتقال اولا قشور الحامض. نسمها انا نسمها بالفاني. صافي كنستمروا. كناخذوا واحد الكاس ديال اللي يخلي هاد الحلوه رطبه وفيها واحد المذاق رائع واللون كذلك. عندي هنا كاس ديال بودره ديال لاكريم باتيسير. صافي نخلطوها مع المقادير مزيان. كتعطي واحد الريحه زوينه في الحلوه وكتعطي واحد الهشاشه، كتكون الحلوه ما قاصحاش. صافي كنبدا نضيف الدقيق. هزت لي هنايا تقريبا 300 غرام ديال الدقيق، وكل واحد على حسب الدقيق اللي عنده. صافي وغنضيف واحد الساشيه ديال الخميره ديال 8 غرام. صافي ونغربل ونبدا نجمع العجين ولا نشوف القوام ديال هاد العجين فين غيوصل. ما نقصحوش العجينه بزاف، تكون عندنا رطبه. صافي الاول نخلطوها بهاد لاماغيس وفي الاخر نجمعوها بيدينا. كنديروا طريقه ديال صابلي، كنبقاو نجمعوا ما تنعجنوش. صافي عندنا نجمع دابا هذا الخليط بيدي. شوفوا اللون ديال الحلوه كيف داير صفر، حيت هذيك بودره ديال لاكريم باتيسير كتعطي داك اللون، كتعطي هذا اللون صفر. واللي ما عندوش بغى يدير النشا يدير النشا، اما هي كتعطي واحد المذاق واللون ديال الحلوه كيجي رائع. صافي كنبقى نجمع بهذه الطريقه. هانتوما كتشوفوا كيفاش كندير، غير كنجمع بحال صابلي. صافي بعد ما تجمعات هانتوما كي دايره ما كتلصقش في اليد. صافي كناخذ هنايا خديت واحد قليل من السكر حبيبات والفيرميسيل. غنبدا ندوز في هاد الكويرات ديال الحلوه اللي درت فيهم انا 27 غرام. صافي كنكورهم نوضعهم في السكر والفيرميسيل. صافي كنبقى نشكل بهذا المول اللي عندي ديال الفرفاره. صافي كنستمر على شعل الفرن يسخن على 180 درجه. هانتوما كتكون في هذا الشكل. صافي غنستمر حيت التليفون ديالي قرب يخوى، وغنتلاقى معكم من بعد. هانتوما كيفاش تكون. صافي بعد ما انتهيت انا دخلتها الفرن ودرت واحده اخرى ديال الشوكولا والفيرميسيل ديال الشوكولا توا. بعد ما خرجوا هانتوما الشكل ديالهم الاخير. هذه درتها بالبودر ديال لاكريم باتيسير، والاخرى درتها شوفوا الشكل ديالها واللون ديالها كيف داير صفر، جات رائعه في المذاق. والاخرى ديال الشوكولا درت لها داخل الفيرميسيل وزينتها كذلك بالفيرميسيل، جات رائعه حتى هي وخفيفه، المذاق ديالها زوين بنين. كنتمنى لكم تجربوا هاد الحلوات ديال دوازاتاي، راه كيوجدوا في اخر ساعه، يعني ما فيهمش شي خدمه كثيره لا والو، ما فيهمش مقادير كثيره. دخلوا القناه وديروا اشتراك الفيديو وديروا لايك وبارطاجيو الفيديو بين الاصدقاء. الى اللقاء وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه، في امان الله.